الحضور الكريم، جمهور اسكندريه العظيم، في دورة تحتفي بالسينما الرومانسية، ترفع شعار السينما تصنع الحب. نلتقي في دورة تاريخية تحمل اسم نجمة الاستعراض نيلي، ونكرم كوكبة من نجوم السينما المصرية والعربية وسينما البحر المتوسط. أهلا بكم جميعا على أرض أقدم سكندريات العالم، عروس البحر المتوسط. واليوم يظل مهرجان اسكندرية صوتا للحوار يدعو إلى التسامح والتفاهم بين الشعوب والثقافات، إنه بمثابة رسالة أمل نوجهها إلى العالم. أقول لهم بحبكم كلهم بحبكم. أنا طبعا شرفت بالوقوف إلى جوار نيلي على خشبة النصر. أنا سعيدة بهذا التكريم، وإن مصر قد أتاحت لي فرصة أن أحب هذه المهنة. Mon amour, Habibi Égypte. حقيقة بدون مجاملة، يعني مصر الدولة الوحيدة تقريبا، لأن بعض الدول بدأت بالفترة الأخيرة يصير عندها صناعة، إحنا ما عندنا صناعة سينما، مصر عندها صناعة سينما. لكن في الآخر هي سعيدة طبعا إن هي شافت الأهرام. La puissance, l'ampleur des pyramides, ça c'est très magnifique. On sent des vibrations et des ondes très puissantes dans ces endroits-là. هي بتتكلم على إن في الهرم في العموم هي حست إن في قوة تانية، في ذبذبات قوية، في الإبهار هو اداها الإحساس ده حقيقي. Molto emozionante, è stata una cosa mi ha riempito il cuore per tanti motivi, non soltanto per l'onore che ho ricevuto, ma anche per il fatto che l'Egitto per me ha un significato molto particolare. أنا سألتها امبارح كان إيه إحساسك في حفل الافتتاح والتكريم، قالت إن هي كانت سعيدة جدا بالذات إن مصر ليها يعني جزء كبير بقى وبتحبها جدا. دي إضاءة تكميلية برضه. ليه تكميلية؟ لو أنت عندك ممثلة أو ممثل وشه مدور قوي، أنت خليته بقى وشه رفيع أو وسط والمشاهد يحبه عن شكله الأصلي. بقى سايد لايت، النص منور والنص تاني اسود. هنعمل إيه فيه ده؟ يطلع بتاع إيه؟ ده سايد لايت، إضاءة جانبية. السايد لايت ده بيقول إن الشخص ده متردد. فأنت محتاج تحط جرس إنذار لصناع السينما، للدولة، لأي حد. طب تعمله ازاي؟ لما تيجي تعمل مثلا استفتاء السينما الكوميدية فيطلع لك فيلم زي فيلم إشاعة حب هو أفضل فيلم في تاريخ السينما المصرية في الكوميديا. يعني أجمل ممثل اشتغلت معاه. الأستاذ لطفي لبيب حاجة تانية خالص، نموذج مختلف في السينما المصرية. عايز أقول إنه في كاركترات في تاريخ السينما. لو قلنا مثلا زكي رستم، لو قلنا مثلا الناحيه الثانيه ستيفان روستي، يعني في اسماء كتير. استاذ حسين رياض، استاذ لطفي لبيب قيمه من هذه القيم التي اعاشتها السينما المصريه. عايز اقول برضو ان رحلتي انا مع الفيلم الكوميدي اخر ما بحثت عنه وانا بناقش النص السينمائي، اخر نقطه حاولت ابحث عنها هي الاضحاك. الإضحاك بيجي بشكل تلقائي من تناقض، من مواقف، من بيهيفير، من سلوك، لكن أنا لا أسعى إليه مطلقا. التناقض والموقف هو اللي بيولده بيخلقه بشكل رئيسي. دي نيلي
غير واحده تانية غير نيلي اللي قدمت الاستعراض واللي قدمت الخطبه زي ما شفنا دلوقتي، واللي قدمت الفوازير على مدار سنوات طويله، اللي ضحكتنا وابكتنا وحبيناها وحسينا بيها وعشنا معاها، واحنا النهارده بنحتفي بيها لان هي تستحق الاحتفال، تستحق ان احنا نقول لها شكرا يا نيلي. هو طبعا محمود ياسين كان قال لي او قال يعني عموما ان نيلي الوش البريء الطيب تعمل شريره ازاي، يعني ما ينفعش تعمل شريره. فانا عملته بطريقه مختلفه خالص، يعني مش كشرت ورفعت حواجبي فوق وبتاع، مفيش كده خالص. طيبه قوي وهاديه قوي وبتكلم بالشوش قوي، عملته بطريقتي، فكان تفكيري صح. اسم الله عليا. خليها في فراشة صغيرة متفرفشة ومزعطرة بنفس البلوزة منقطة على جونيلا مخططة منقطة ومخططة. الله احنا حبينا نعمل سبوت بس على جنوب مصر، ان في ثقافات متعدده. للاسف ناس كتير هنا في اسكندريه والقاهره بيجهلوها. اسوان فيها ثقافات متعدده فعلا كتير. ناس كتير قالوا اول مره نشوف حاجه زي كده، المرماح، الكف، عندنا شعر الباديه. فطبعا عندنا من الثقافه الكتير اللي يتعمل فيه افلام دوكيومنتري او افلام روائيه برضو كتير ان شاء الله. يا اسكندريه السينما بدات عندنا، السينما بدات عندنا، السينما بدات من هنا، السينما بدات عندنا، السينما بدات من هنا، السينما بدات من هنا. هي دي يا اسكندرية موجة رايحة وموجة جاية، هي دي يا اسكندرية موجة رايحة وموجة جاية، موجة فن وموجة علم وكل موجة وليها حلم. هي دي يا اسكندرية موجة رايحة وموجة جاية، هي دي يا اسكندرية موجة رايحة وموجة جاية، موجة فن وموجة علم وكل موجة وليها حلم. الدورة 40 دورة الفنانة الكبيرة نيلي.